يا ريت يجوا على سن، يا ريت عشان تكون مقبرتهم ان شاء الله. ما هو ده يا فندم اللي كنت بسأل حضرتك عليه، ازاي الجيش واصل بالفعل احكامه للمنطقه اللي موجوده في سيناء لدرجه ان هم بداوا يستغيثوا يعني ارهابيين العالم عشان يساندوهم جوه مصر ضد الجيش طبعا. هم عارفين كويس ان المعركه القائمه حاليا ومستقبلا في القريب العاجل ان شاء الله بين الجيش المصري والشرطه من جهه واهل سيناء من جهه ثانيه واهل سيناء ايضا، وبين هؤلاء الارهابيين ستكون هي الحاسمه في المرحله القريبه القادمه. نعم. المعركه القادمه هي الحاسمه. عشان كده بيستغيثوا بالناس يعيدوهم، فانا بقول يا ريت يسمعوا كلامهم ويجوا على سيناء عشان تكون فيها نهايتهم ان شاء الله. تعتقد ان في حد اصلا يا سياده اللواء ممكن يستجيب ليهم بعد ما شافوا؟ يعني اعتقد ان احنا يعني دلوقتي كل وسائل الاعلام بتتكاتف ان هي يعني توري العالم المقاتل المصري والجيش المصري. هل بعد كل اللي بيحصل والمناورات اللي بتحصل هل في حد ممكن يستجيب ويجي لهم بالفعل يغيثهم؟ شوف يا ستي، اتفضل. احنا للاسف الشديد برضه من طيبتنا عايز اقول ومن خيبتنا بنعتبر حماس لسه دولة او حركة معتدلة. لا، حماس عدو اخطر من اسرائيل. لان اسرائيل معروف مكانها وحجمها والتيار ونواياها ولا. بس الكلام ده يا سيادة اللواء اللي جايين من سوريا وجايين من العراق وبعتوا لنا عبر الانفاق. لا حل الا ان احنا ندمر الانفاق بالكامل، مش فتحات الانفاق. فتحات الانفاق اللي عندنا دي هي دي المخارج الظاهره من الانفاق. جسم الانفاق وشبكه الانفاق وازرع الانفاق الممتده في طول منطقه ممر فيلادلفيا بطول 14 كيلو عرض 2 كيلو، دي جسم الانفاق والفتحات اللي بتدخل منها الارهابيين والاسلحه دي جاي من غزه. هناك جيش الاسلام، هناك جيش النصره، هناك جيش. بس هنا مع كلام حضرتك برضه يا سياده اللواء، كل دول ارهابيين، كل دول من داعش وغير داعش والتنظيم بتاع بس في حاجه بس يا سياده اللواء، هم اللي بيجيبوا لنا الارهابيين. لابد ان تصنف حماس عدو بالنسبه لمصر. انا مره الوحيده اللي شفت فيها خلقه مرسي كانت في لقاء في اوربت لما حماس دخل قتلت الضابط على الحدود بتاعنا سنه 2009 و2010 طبعا. فبقول كان جمال عناية موجود بيدير اللقاء، وكان ايضا الله يمسيه بالخير جبر اللي هو كان رئيس مجلس اداره روزا اليوسف. وكان مرسي شفته اول مره. فبنقول حماس عدو، انا بقول حماس عدو يا بنصنف عدو لانها مسؤوله عن اجتياح الحدود بتاعتنا سنه 2007، وهي قتلت الضابط بتاعنا في العمليه بتاعت سفينه الحريه فاكراها. قال يا راجل اتق الله، ده مرسي، يا راجل اتق الله. حماس عدو، قلت له عدو و60 عدو كمان، لان هي دي بتقتل الناس بتوعنا واجتاحت حدودنا واشترت بضائع بمليون. ده في ظل حكم الاخوان يا سياده اللواء، صح؟ فلا لازم نكون محايدين معاهم. قلت له مش لازم محايدين، حايد لا اساوي ما بين قواتي وما بين عدو اسمه حماس. ولا بد ان حد اضعف عدوهم اللي بتقولي عليهم دول احتمال هيجوا عن طريق هذا العدو الظاهر والباطل في وقت واحد اللي اسمه حماس. لابد ان نقطع علاقات حماس ونحل كده عربيه ودوليا تصنيفها حركه معاديه لمصر. طب سياده اللواء، لابد ان نضع من الاساليب والوسائل ونحن قادرون ان شاء الله ذلك ما يقطع دبر الانفاق دي خالص. ده اللي احنا بنطالب فيه بالفعل يا سياده اللواء. ده اللي احنا بنطالب بيه يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. طب يا سياده اللواء بس سؤال اخير، أليست هذه الجماعة تفكر في مستقبل قطاع غزة أيضا؟ يعني احنا لما بنتكلم عن ألا يرد الإحسان بالإحسان، يعني لما مصر كانت سبب رئيسي في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومصر هي اللي عملت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، ليه الجماعة دي أو حركة حماس بالتحديد في قطاع غزة ما بتفكرش في مستقبل الشعب الفلسطيني وفي مستقبل الناس اللي قاعدة في قطاع غزة؟ لأن هؤلاء الناس انت بتحاول انك انت مش انت بخصوص انت بالذات، يعني الناس بتتجاهل الحقيقه من الدول كل
من الاخوان المسلمين الذين لا يعتبرون للوطنيه اي اعتبار او قوميه. يقول لك الوطن ده عباره عن حبه ارض وميه وتراب وطين وخلق مما يجتمع عليه الحيوانات للاسف. هذا الكلام اللي بيعترفوه كلام مهم جدا بنشكرك عليه طبعا سياده اللواء حسام سويلم الخبير العسكري.